هاد الناس هادو اللي كتشوفوا في الصور، منهم البنات ومنهم الاولاد. شحال من بنت باغيه تولي دكتوره كتقرا، شحال من ولد باغي يولي دكتور، شحال من واحد متزوجه باغيه تكون عائله. في الاخر كلشي مشى بسبب هاد الشعوذه هادي اللي كتشوفوها. والناس كتقول انهم لقاو الالاف ديال الصور، وكاينين حتى الصور ديال الجاليه المغربيه اللي كيعيشوا هنا في فرنسا وفي ايطاليا وفي اسبانيا وفي اوروبا بصفه عامه، كيقولوا هذا المشعوذ هذا كيجيو عندو الناس من انحاء المغرب، من انحاء المدن المغربيه. وبارطاجيو هذا الفيديو هذا، ربما شي واحد يشوف صورته من هاد الصور هادو اللي كتشوفوا. يا من تفرقون ما بين المرء واهله، اش غتقولوا لرب العالمين؟ الرقم الاخضر 114. اي ولد هنايا في ايطاليا اقل من 18 سنه كيعطيوه في المدرسه هذا الرقم هذا. وداك الشيء اللي وقع لهاد البنت هذه اللي في عمرها 13 سنه كتصل بهذاك الرقم 114، وكيجيو عند العائله ديالها كتقول لهم ان الاهل ديالي نحاو لي الانترنت باش ما نبقاش نتصفح مواقع ونتفرج في الالعاب وضربوني. والسوسيال شنو داروا دعوه قضائيه للام والاب بسوء المعامله، والبنت خدوها لهم. لهذا حذاري. انا كنعرف المئات ديال العائلات المغربيه هنا في ايطاليا نحاو لهم الاولاد ديالهم. والبارح واحد السيده كنهضر معها كتعيش في نابولي 4 سنين ما شافتش البنت ديالها، لحد الان خسرات 12000 يورو في المحكمه وفي القضايا باش تاخذ بنتها، لحد الان ما خداتهاش ولا عارفه فين كتعيش. لهذا حذاري. واحد المغربي في ميلانو قفرها على راسه. كما كتعرفوا هنايا كاينين المينسا، يعني المطاعم ديال الحكومه كياكلوا فيهم الناس، وكما قلت لكم سابقا هذيك الماكله راه كيحطوا فيها واحد مخدر، وهذاك المخدر كيأثر على الجسم. لهذا حاولوا ما تاكلوش هذيك الماكله. المهم هذا المغربي اشنو عمل؟ ديما كيدير المشاكل في المطعم. تصور نتوما الحكومه الايطاليه دايره المطاعم وكيعطيو للناس باش ياكلوا فابور وكياكلوا مزيان. هذا المغربي هذا ديما كيدير الصداع لداخل. البارح مشى باش ياكل عندهم ما خلاوش يدخل. علاش؟ حيت كيدير الصداع. اشنو داروا هما؟ جابوا الماكله حطوها له وعطوه حقه كما ينبغي وحطوها له في البورصه باش ياخذها تيكوي. هو ما رضاش، قال لهم علاش؟ انا ماشي بشر. اشنو دار؟ دخل بالقوه ولا كيهرس ودار الصداع. تكلموا مع الكارابينيري، والكارابينيري جاو داروا عليه البحث، لقاو عنده الفوليه ديبيه ولقاو عنده الوسخ ولقاو عنده المشاكل. اشنو داروا؟ اتكلموا مع الجوديتشي الى المطار والى المغرب، وهذيك الماكله غيحطها في التواليت في الدار البيضاء. لهذا حاولوا تصلحوا نفوسكم. واحد المغربي مسكين في عمره 20 سنه ناض مع الصباح هو يمشي للخدمه في كاستيل فرانكو نواحي ديال مودينا. غادي في الطريق كتجي الطوموبيله خبطاتو، وجا في الجهه الاخرى المعاكسه جات سياره اخرى دخلت فيه ودقدقاتو. ونطلبوا الله يرحمه ونتمنوا من رب العالمين يرحمه. وعزاؤنا لاهله. واش عارفين واحد ماده سميتها ليليال كطيح الشعر؟ انا ما كنغسلش بها شعري، والدليل هنا في شعري 50 سنه، وقولوا ما شاء الله. حمايه المستهلك في هذه الايام ثاني في ايطاليا كتلقى 240 ألف علبة ديال مستحضرات التجميل لا تنطبق مع المعايير الأوروبية، رغم أن هذا القرار نزل في 2022 ولحد الآن كيحطوا هذه المادة ديال ليليال في مستحضرات التجميل وبالاخص الماركات العالميه. وحمايه المستهلك كتحجز هذه المواد هذه وكتغرم هذا المحل هذا 22,000 يورو وسدوا له المحل ولفقوا له تهمه تتراوح مده السجن ديالها من سنه الى 5 سنوات. لهذا حذاري خوتي ملي تبغيو تشريو التجميل الى لقيتوا فيها ليليال ما تشريوهاش.